السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة المباركة، جمعة الانتفاضة، جمعة الحرية بإذن الله، الجمعة 1 مارس 2019، ونحن حوالي أعتقد أن الساعة 3:30 بتوقيت الجزائر. إخواني، أنتم اليوم ملايين في شوارع المدن الجزائرية. أنتم اليوم ضربتم مثل عظيم لكل الذين خوفوكم وأرادوا تخويفنا جميعا، لكل الذين استخدموا خطاب الرعب والترهيب والتخويف. أنتم اليوم في مسيرات سلمية اهتز لها العالم. عندما أقول اهتز العالم فأنا لا أبالغ في شيء. عشرات القنوات، حتى لا أقول مئات القنوات العالمية، نقلت أجزاء مما يجري في الجزائر وما زالت تنقل، وهناك من ينقل على المباشر. آلاف المواقع، حتى لا أقول عشرات الآلاف، تنقل أخبار الجزائر. آلاف الجرائد، آلاف الصفحات تنقل أخباركم. أنتم اليوم مضرب مثل عالمي بهذه السلمية وبهذه المظاهرات الرائعة وبهذه الدعوات للإطاحة بالعصابة، كل العصابة. نعم، هناك من يريد أن يحرف هذه المعركة ويتحدث فقط عن العهدة الخامسة. العهدة الخامسة سقطت، انتهت، لن تكون، إنما هي معركة مع العصابة، كل العصابة. لا يمكن أن نرفض بوتفليقة ونقبل أويحيى، لا يمكن أن نرفض بوتفليقة ونقبل سلال، لا يمكن أن نرفض بوتفليقة ونقبل حداد، لا يمكن أن نرفض بوتفليقة ونقبل بوشوارب، لا يمكن أن نرفض بوتفليقة ونقبل قايد صالح. لا يمكن، وكل البقية من بقيات العصابة. نعم، إنها معركة للحرية. هذا هو الاستقلال الثاني بعد استقلال عن الاستعمار. نحن في هذه اللحظات استقلال عن الاستبداد. خادم الاستعمار ومجرم ومدمر الجزائر. الحمد لله. هذا يوم عظيم صراحة. الإنسان لا يستطيع أن يجد العبارات وهو يصف هذه اللحظات الاستثنائية التاريخية الوجودية في 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 تاريخ هذا الشعب. سيكتبها التاريخ بأحرف من ذهب. سيتحدث التاريخ طويلا وطويلا جدا عن هذه الجمعة وعن الجمعة التي مضت وعن ثلاثاء الطلبة، لكن هذه الجمعة تجاوزت كل تصور، تجاوزت كل توقع، وهي الآن مضرب مثل. في نفس الوقت هي ترعب طغاة الداخل والخارج. إخواني الشرطة والدرك، أنتم إخواننا، أنتم منا ونحن منكم، أنتم رجال البلاد، أنتم حراس البلاد، أنتم لستم حراس العصابة. كم أعجبني وأنا أشاهد فيديو حين كان يدفع كوميسار يدفع في الشرطة لتضرب الشعب ولكي تهاجم الشعب، والشرطة لا تلقي له بالا. كما أعجبني تلك الصورة وتلك اللحظات. كما أعجبني خروج المصلين في مسجد قسنطينة عندما بدأ الإمام الفاسد المفسد في تقديس العصابة المجرمة الناهبة، وفي أماكن أخرى عديدة سنتحدث عنها طويلا. كما أعجبني وجودكم المنظم والمرتب في أكثر المدن. إخواني الشرطة، إخواني الدرك، أحرار المخابرات، أحرار الجيش، أنتم أبناء هذا الوطن، حراس هذا الوطن، خدم لهذا الوطن ولهذا الشعب، ولستم خدم للعصابة. إخواني الشرطة، إخواني الدرك، أحرار الجيش، أحرار المخابرات، أحرار الجزائر في كل مكان، هذا اليوم يومكم. إخواني أحرار الشرطة، أحرار الدرك، انضموا إلى الشعب، انضموا في هذه المسيرات، انضموا إلى الشعب، كونوا مع الشعب. لا ترفعوا سلاحا ولا ترفعوا عصا ولا ترفعوا غازا على إخوانكم. إنهم سيحررونكم ويحررون البلاد. حينما تتحرر الجزائر فالجميع سيفرح، الجميع سيأخذ حقه، الجميع سيكون له الأمل، له ولأبنائه ولإخوانه ولنفسه. الجميع سيجد نفسه
في جزائر قوية عزيزة كريمة راشدة، في خدمة أبنائها وليس في خدمة عصابة تنهبنا وتتقاسم أموالنا مع عتاة العالم. إخواني اليوم هذا الوضع هو بداية لصناعة التاريخ الجديد. إذن إخواني في الشرطة، في الدرك، في المخابرات، في الجيش، ابدأوا بالانضمام إلى إخوانكم في المظاهرات. ابدأوا، لا تخشوا شيء. العصابة في حالة خوف رعب. المعلومات التي تأتيني من الداخل تقول أنهم مرعوبين بشكل غير مسبوق. سيعلنون في الساعات القادمة ربما، وقبل حتى الأحد ربما سينتظرون إلى الأحد، أن العهدة الخامسة انتهت. نعم، نحن نعرف أنها انتهت في أول خروج للشعب وضعها تحت أقدامه. نحن نريد أن تنتهي العصابة، كل عصابة. الجنرالات الأحرار، الجنرالات الشرفاء هم أبناء البلد. الولاة الشرفاء هم أبناء البلد. القضاة الشرفاء هم أبناء البلد. الدبلوماسيون الشرفاء هم أبناء البلد. الضباط الشرفاء في كل مكان هم أبناء البلد. أحرار الشرطة هم أبناء البلد. ضباط الشرطة، ضباط الدرك هم أبناء البلد. كلكم أبناء البلد وأنتم ستصنعونه. لكن هذه لحظات التفكيك العصابة، هذه لحظات الانضمام إلى الشعب. لا تتأخروا. من يتأخر للأسف قد لا يجد مكانه الذي يحلم به في الجزائر القادمة. إخواني، هذا فجر جديد، هذا يوم عظيم. هذه الجزائر إذ تنتفض ويهتز لها العالم. هذه الجزائر إذ تتحرر بإذن الله. هذه الجزائر لن تتحرر وحدها، ستعم الحرية كل شمال إفريقيا، ستعم الحرية كل المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بإذن الله. ستساهم الجزائر في ذلك. حينما كانت الثورة الجزائرية تدك الاستعمار، حينما كانت الثورة الجزائرية أحرار الجبال يدكون الاستعمار، اضطرت يومها فرنسا الاستعمارية إلى إعطاء الاستقلال ل 12 بلد في يوم واحد في 56. كانت تظن فرنسا الاستعمارية أنها ستنتهي أو ستقوم بقصف وقمع الثورة الجزائرية، كل الثورة الجزائرية، لكنها لم تستطع واستمرت الثورة وكانت ثورة عظيمة. فهذه الشوط الثاني، هذا هو اليوم الشوط الثاني للثورة التحريرية المباركة. إخواني في كل مكان، هذا يومكم، هذا عزكم، هذه كرامتكم، هذا شرفكم، ولقد شرفتمونا أمام العالم أجمع. أشعر اليوم، أريد أن يقول بصوت عالي، أصرخ في كل مكان أني جزائري وجزائري حر. كل الجزائريون الآن إخوانكم في أوروبا، في أمريكا، في الدول العربية، في الدول الإفريقية، بل حتى في أمريكا اللاتينية وفي آسيا، الجميع يتابعكم والجميع سعيد بكم. لا تتصورون عدد الرسائل التي تصلني وعدد الاتصالات التي تصلني، حتى أني أكاد لا أجد وقتا حتى للنوم. إخواني في كل مكان، إخوان أحرار الشرطة، أحرار الدرك، إخواني انضموا لإخوانكم. هذه هي اللحظات الحاسمة. العصابة ترتبك. العصابة لدينا معلومات أن بعضهم يتحضر الآن للهروب وللرحيل. بعضهم أرسل أبناء ونساء قبل ذلك. بعضهم الآن يتحضر للهروب. فلا تتركوهم يخرجون من البلاد. هذا واحد. ثانيا، أحرار الدرك، أحرار الشرطة في المطارات، في الموانئ، لا تتركوا العصابات يهربون. هذه العصابة ستتفكك. هذه العصابة لا يجمعها إلا النهب. هذه العصابة لا يجمعها إلا القهر. ستتفكك. فاحذروا أن يهربون بالأموال ويهربون بأنفسهم. أينما تجدونهم أوقفوهم. لا تقتلوهم، لا تضربوهم، فقط أوقفوهم وسلموهم لإخوانكم الأحرار في الشرطة وفي الدرك. إخواني في كل مكان، أجدد ندائي لضباط الأحرار في الجيش وفي المخابرات وفي الشرطة وفي الدرك. هذه الساعات ساعات حاسمة. هذا تحرككم في هذه اللحظات تحرك حاسم. إذا فات هذا الوضع فإن العصابة ستنتقم انتقام رهيب من الجميع. فلا تتركوهم، لا تتركوهم، ولا تستمعوا إلى ذبابهم الإلكتروني، ولا إلى اللحى المخابرات المجرمة، ولا إلى المفسدين. أعرف أن في المخابرات هناك مجرمين وهناك أحرار.
في ضباط الجيش هناك مجرمين قلة، لكن الأغلبية الحمد لله من الأحرار، وخاصة جنود الجيش، صف ضباط الجيش، صف ضباط الدرك، البسطاء داخل الشرطة. أنتم هذا اليوم يومكم، أنتم من يتحرر قبل الآخرين. إخواني في كل مكان، استمروا في هذه المظاهرات التي بإذن الله ستستمر وستتمدد وستتوسع حتى تسقط العصابة، كل العصابة. احذروا من أولئك الفجار، قنواتهم الفاجرة التي تريد أن تتحدث عن إصلاحات، الشباب يطالب بإصلاحات، وتتحدث عن عهدة خامسة فقط. لا، العهدة الخامسة سقطت وهم يعلمون ذلك. احذروا تلك القنوات المجرمة. هناك قنوات شريفة على رأسها المغاربية والشرق الأوسط، تابعوهم وابتعدوا عن تلك القنوات، ولا تسمحوا لتلك القنوات حتى أن تتقرب منكم أو تتواصل معكم. كل قنوات العصابة إلا من ندم وعاد إلى صفكم. من يندم من هؤلاء أصحاب القنوات والصحفيين ويكون معكم فأنتم اقبلوه. كل من يأتي ليركب، حتى ليركب هذه الموجة، اقبلوه، ما فيش مشكل. نحن من يرجع إلى الحق فنحن أسعد بالناس الرجوع إلى الحق. نحن لا ننافسهم لا على دنيا ولا على شيء آخر. نحن فقط نريد الناس تعود إلى الحق، تعود إلى صف الشعب. كل من يعود إلى صف الشعب، في الشرطة، في الدرك، في القضاء، في الدبلوماسية، في الجيش، في الصحافة، في أي مكان، في الولاة، في الدراسة، في أي مكان، هؤلاء هم إخواننا. حي الله الأحرار في كل مكان، حي الله الأحرار في كل مكان، حي الله الأحرار في كل مكان. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.